السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، يا رب تكونوا كلكم يا رب بصحة وخير. وحشني جدا 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 يعني، وبقالي فترة كده بحاول ان انا اكون معاكم والله، بس يعني ان شاء الله الفترة اللي جاية يعني ربنا ما يقطعناش حاجة يعني. الموضوع بتاع النهارده ده انا حبيت اتكلم فيه لان انا لاحظت ان في شباب كتير جدا بيعانوا من نفس المشكلة اللي انا كنت بعاني منها قبل كده. طيب ايه المشكلة اللي معظم الناس بتعاني منها؟ اغلبيه الناس اللي ماشيه دلوقتي في الشارع، او اغلبيه الناس دلوقتي اللي شغاله على اكل عيشها، او اغلبيه الناس دلوقتي اللي بتدور على اي حاجه تحققها في حياتها، هي مش عارفه اصلا هي عايزه ايه. فواحده واحده معايا وركز، اللي انا هقوله لك ده فرق معايا جدا 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 في بدايتي في البيزنس ده، وهيفرق معاك في ايا كان الحاجه اللي انت شغالها دلوقتي. تمام؟ في 5 انواع من البشر. 5 انواع من البشر دول كل واحد فيهم اكثر كفاءه من التاني. فكل ما انت ما تحاول ان انت تكون النوع رقم 5، كل ما هتنجح اسرع، وكل ما هتقدر تعمل فلوس اكتر. تمام؟ اول نوع من البشر نوع ما عندوش هدف، وده ماشي في الحياه راضي جدا بالمكان اللي اتحط فيه. انا زي الفل وفي ايدي ايه وهعمل ايه وما عنديش اي مشكله وانا تمام. ما بيفكرش اصلا يعمل اي حاجه احسن لا لنفسه ولا لاولاده. تمام؟ النوع الثاني نوع من البشر عنده هدف. يعني هو مثلا هو شاب نفسه يتجوز جوازه كويسه، هو حد عايز يعيش في مكان احسن من اللي عايش فيه دلوقتي. تمام؟ هو حد بيدور على شريك حياه، ايا كان الهدف اللي عنده. تمام؟ هو حد بيدور على هدف هو عارفه كويس جدا بس ما عندوش الوسيله. يعني هو بيدور على وسيله يحقق بيها الهدف ده. الهدف كبير جدا عليه، والامكانيات اللي معاه دلوقتي للاسف مش مساعداه ان هو يوصل للهدف ده في الوقت اللي هو عايزه. تمام؟ ودول طبعا اغلبيه الناس برضو اللي موجوده. يعني كل ما انت هتلاقي نفسك بتتدرج من 1 ل2 ل3، كل ما هتلاقي الشريحه بتقل. تمام؟ الشريحه الثانيه دي هي اقل من الشريحه الاولى، ودي ناس عارفه كويس جدا هدفها، لكن في نفس ذات اللحظه ما عندهاش الوسيله اللي تقدر توصل لده. ودي يعني انا كنت نوع من الناس اللي انا كان عندي اهداف كتير جدا بس ما كانش عندي الوسيله. عشان كده الحمد لله ربنا اكرمني جدا في البيزنس. تمام؟ النوع الثالث نوع من البشر عنده الهدف وعنده الوسيله بس مش واثق في نفسه. يعني هو شايف ان لا، في غيري احسن، انا ما استحقش ده، هو انا ممكن في يوم من الايام اكون زي فلان وزي فلان وزي فلان، وانا ممكن في يوم من الايام اكون الشخص اللي مقتدر ماديا، او الشخص اللي حقق الحلم اللي هو نفسه فيه ده. ما اعتقدش. فعشان هو مش مصدق نفسه محدش بيصدقه. تمام؟ وده نوع من النوع الثالث من البشر ده. برضه في ناس كتيره جدا 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 عندها اهداف وعندها وسيله كويسه جدا، لكن هو شايف نفسه واحد من ضمن الجماعه، مش شايف نفسه حد مميز وسط الجروب بتاعه. تمام؟ النوع الرابع، وده نوع عنده الهدف وعنده وسيله كويسه جدا، واثق في نفسه جدا. يعني هو شايف ان هو يستحق اكتر من اي حد، وبيشتغل على ان هو انا هكون رائد في مجالي، او انا هكون اول واحد يعملها في مجالي. تمام؟ لكن ودني وده ناس كتيره جدا. يعني بيسمع كتير جدا لكلام الناس. شخص يقول له يمين وشخص تاني يقول له شمال، يفضل طول الوقت مش عارف يمشي يمين ولا يمشي شمال. واصله؟ شخص بيتاثر جدا جدا بكلام الناس. ومستحيل هتبقى النوع رقم 5 اللي هو الشخص اللي عنده هدف، والشخص اللي عنده وسيله، والشخص اللي واثق جدا في نفسه، وشخص ما بيسمعش الكلام الناس. هو ده النوع الخامس، وده النوع اللي بيوصل لهدفه، وده النوع اللي بيقدر يحقق كل اللي بيتمناه، ومفيش اي حد في الدنيا بيقدر. ودول الناس اللي انت بتشاور لهم من بعيد تقول ده ناجح، هو ده الشخص اللي بالنسبه لي اللي هو نموذج، هو ده بالنسبه لي الشخص اللي انا اتمنى اكون زيه، هو ده محمد صلاح، وهم دول الناس اللي نجحت، اللي هي قدرت تعمل حاجات ما حدش قبلهم قدر ان هو يعملها. واصله؟ ارجوك ركز في ال5 دول، وشوف راقب نفسك، شوف انت بتعمل ايه من ال5 دول، وعطلك لحد النهارده. مساء الخير.